بالنسبة لموضوع الكورس أنا الحمد لله يعني ربنا كرمني واستفدت كده شوية حاجات. الكوست كانوا فايتين كتير أوي وما عدوش عليا أصلا. هو بس حصل عندي إن أنا ما التزمتش جامد في محاضرتين، بس الحمد لله يعني اتفرجت على التسجيل بتاعهم وقدرت إن أنا ألم الدنيا. تمام. يعني اكتر حاجه عجبتك طيب، او اكتر حاجه حسيت ان هي مفيده بالنسبه لك انت في شغلك؟ ما هو الاستيميشن هندسة مم. دي كان معدني فيها كتير أوي يعني بصراحة. ايه الحاجه تحديدا في الاستيميشن اللي فرقت؟ في حاجه كده دايما بتبقى معلمه مع الناس، فعايز اشوف هي نفسها ولا بتتغير. كحاجة معينة يعني. في حاجه في الاستيميشن، في حاجه معينه في الكام كاتيجوري كده بتوع الاستيميشن اللي احنا اشتغلناهم. يعني احنا اشتغلنا دايركت واشتغلنا اندايركت واشتغلنا اوفر هيدز والسيلنج برايس بتاعنا، صح كده؟ في حاجه بقى من ضمن دول كده بتبقى دايما معلمه مع الناس، ويعني ايه، بيبقوا هو مبسوطين. طبيعي الاندايركت ما لازم يعلم. مظبوط فعلا. يعني من غير كلام يعني ده اي حد. يعني الطريقه بتاعت حساب الاندايركت كانت سهله، ويعني اه انك كانت تقدر سلسة يعني قدرت توصل لي بصراحة. وتقدر تحسبها لاي مشروع عندك ببساطه، من غير ما اكيد اكيد. تلاقي، وتلاقيها كمان وبدأت المشروع. اطبقها في مشروع حاليا، يعني بدرس مشروع دلوقتي فبدأت اطبق عليها الموضوع بصراحة. ان شاء الله. واكيد طريقه، لو اي حاجة وقعت مني اكلمك اكيد. طبعا طبعا في اي وقت. طريقه واقعيه وبتمثل الواقع طبعا. اكيد ان شاء الله.